بكم في هذا اللقاء الذي سأتشرف بالإجابة على ما تتفضلون به من أسئلة. بالنسبة للمدرسة الرقمية، هي أنتم تعلمون بأن رقمنة المدرسة هي تدخل في صميم برنامج السيد رئيس الجمهورية وكذلك في مخطط عمل الحكومة، وبالتالي شرعنا في رقمنة المدرسة. ورأيتم يعني رقمنة المدرسة ليس فقط تجهيزات وليس فقط لوحات إلكترونية، بل هي برامج الرقمنة. وهناك في الثانوي وحتى في المتوسط دروس في المعلوماتية يقدمها الأساتذة. كذلك شرعنا في تجهيز المؤسسات وبدأنا بالتعليم الابتدائي، لأنه التعليم الابتدائي هو الأرضية الصلبة التي تبنى عليها كل الأنظمة التربوية في العالم. وشرعنا في السنوات التي يعني في تجهيز أقسام السنوات التي يعاني فيها أبناؤنا من ثقل المحفظة. ولكن هذه اللوحات وهذه الأدوات الإلكترونية ليست فقط لتخفيف وزن المحفظة، بل ستستعمل لعصرنة الدروس، للذهاب إلى المدرسة الإلكترونية في كل جوانبها، ليس فقط في جانب المحفظة لكن في كل جوانبها، لأنه التطور يقتضي أن تجهز المدارس، ونحن نجهز في هذه المدارس اتباعا. إلى غاية اليوم لدينا 1629 مدرسة ابتدائية مجهزة، وسنواصل هذا المجهود إن شاء الله. رقمنة المدرسة ليست فقط يعني هي كذلك في إطار إعادة النظر في البرامج التعليمية، سيكون حظ كبير للرقمنة في المنهاج التربوي الجزائري. إذن هو مشروع تربوي، مشروع عام، مشروع لكل المدارس لكل المستويات، شرعنا في تنفيذه ونسأل الله أن يوفقنا في ذلك إن شاء الله. محمد جمال الدين بلال. محمد جمال الدين إقالة البلاد. معالي الوزير، الحمد لله الجزائر قطاع التعليم التربية والتعليم في الجزائر مدعم بثانويات متخصصة مثل ثانوية الفنون ثانوية الفنون والثانوية الرياضيات بالجزائر العاصمة. عندنا سيكون مستقبلا ثانوية فنون أو ثانوية رياضيات في الولايات الكبرى أو المدن الكبرى. شكرا، بارك الله فيك. إذن كما تفضلتم بالفعل ثانويات متخصصة، هناك ثانوية الفنون الشهيد علي معاشي رحمه الله، والذي هي ثانوية وطنية أنجزت وشرعت في العمل بداية من دخول المدرسة الحالي، وهي تدخل في إطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية بتنصيب شعبة الفنون في النظام التربوي والتعليمي الجزائري. فهذه الثانوية تدرس 4 خيارات، هي الفنون التشكيلية، هي الموسيقى، هي السينما والسمع البصري. هذه وبجانبها كذلك كما تفضلتم هناك ثانوية الرياضيات، وهذه عملية أولى لكن ستتلوها عمليات في إطار مخطط لتوسيع هذه مجال يعني جغرافيا وكذلك في الأداء هذه المؤسسات التي ربما في مرحلة قادمة ستنتقل إلى المستوى الجهوي وربما إلى المستوى المحلي. الآن نحن بدأنا وإن شاء الله حسب المعلومات التي هي بحوزة تقييم الفصل الأول بالنسبة لثانوية الفنون هو تقييم إيجابي جدا. تعلمون أن هذه الثانوية هناك التعليم العام يضمن في هذه الثانوية، ولكن هناك كذلك التعليم الفني الذي ترافقنا فيه وزارة الثقافة والفنون. فالنتائج الأولية مطمئنة ومشجعة إلى الذهاب إلى توسيع هذا النوع من المؤسسات. كذلك بالنسبة للرياضيات، وأنتم منذ أيام يعني ربما تناهى إلى علمكم أن الجزائر حصلت على المرتبة الأولى عربيا في أولمبياد الرياضيات التي نظمت بين 14 و 19 ديسمبر الجاري في تونس الشقيقة. فتحصلت الجزائر على 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، وكان أحدهم يعني أحد هؤلاء التلاميذ تحصل على كل العلامة كاملة في كل الاختبارات. هذه التظاهرة شارك فيها 16 دولة عربية، فيعني من حقنا أن نفتخر بهذا الإنجاز، ولكن في نفس الوقت نقرأ في هذا مؤشر على نجاح تجربة هذه المؤسسات التي نحن مقبلون إن شاء الله على توسيعها. أمين باللحية قناة الحياة. معالي الوزير، أين بلغت نسبة تقدم عمليات تنفيذ عمليات متعلقة بالمتعاقدين؟ شكرا، بارك الله فيك.
أبشرك ونفسي وأبشر الحضور الكريم أن نحن على المشارف على بعد يوم أو يومين من غلق العملية. ويعني هذا القرار الذي أقره السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 ديسمبر الجاري، يعني القرار اتخذ يوم 11 وعكفنا بدون هوادة إلى تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية، ونشكر كل الدوائر الوزارية التي رافقتنا في هذا. وتم بحمد الله إدماج 62,000 أستاذ وأستاذ. هؤلاء كانوا في وضعية غير مستقرة، في وضعية أكاد أقول يعني هو تعاقد على كل حال، هو تنظيم ونظام معمول به في الأنظمة التربوية، لكن يبقى تعاقد. وكل المتعاقدين كانوا يتمنون هذه العملية، والسيد الرئيس قرر ذلك. ف 62,000 أستاذ وأستاذة هم الآن مدمجون في رتبهم. نحن بصدد تأشير ملفاتهم والعملية ستغلق وشكل إن شاء الله. هنيئا لهؤلاء. وهؤلاء كذلك ما أريد أن يكون الجميع على علم به هو أنهم لهم خبرة طويلة جدا، أقلهم من لديه 3 أو 4 أو 5 سنوات، حتى كان حتى اللي عنده 10 سنوات. إذن هذه الخبرة هي فائدة كبيرة وقيمة مضافة لأبنائنا. وهؤلاء كذلك لكي يعلم من ليس يعلم أن هؤلاء يخضعون إلى عملية تكوينية كما هو الحال بالنسبة لأقرانهم أصحاب المناصب القارة، يعني عندهم عملية تكوين، عندهم يشاركوا في الملتقيات. وبالتالي فهنيئا لهم وهنيئا للنظام التربوي وهنيئا للمدرسة وهنيئا كذلك لأبنائنا على استقرار التأطير واستقرار الأستاذ ومن استقرار المدرسة ومن استقرار المجتمع. وبالتالي في العملية أكاد أقول منتهية. وهنيئا مرة أخرى لأبنائنا. واستغل هذه الفرصة لأعود وأؤكد مرة أخرى أن أبنائنا وبناتنا خريجي المدارس العليا للأساتذة أماكنهم مضمونة ومحجوزة، ولا علاقة لها لهذه المناصب بالمناصب التي تم الإدماج عليها. فخريجو المدارس العليا للأساتذة لهم الأولوية المطلقة في التوظيف في قطاع التربية، وبعدهم تأتي العمليات الأخرى للتوظيف. شكرا لكم سيدي. من شروط الحوار تحدث السيد مرحبا بك مرحبا السيد الوزير. تحدث السيد رئيس الجمهورية كثيرا عن قانون الأستاذ. ما هي الامتيازات التي سيحظى بها الأساتذة في خضم القانون الأساسي لموظفي أسلاك قطاع التربية؟ شكرا لك سيدتي المحترمة على هذا السؤال الذي يعطيني الفرصة لأخوض في موضوع حساس وموضوع يهم كل موظفي قطاع التربية الوطنية. فبالفعل السيد رئيس الجمهورية وفور يعني في 2020 كان أول ما تحدث عن القانون الأساسي، لأنه يدرك ويعلم مدى أهمية هذا القانون الخاص في الحياة المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع وعلى رأسهم الأساتذة والأستاذات. وبالفعل قمنا بتحضير لهذا الملف، وعملنا لمدة 4 أشهر في لجنة تقنية، ثم عملنا كذلك مع الشركاء الاجتماعيين كل الشركاء وشركائنا النشطين في القطاع، هما بعدد 29 نقابة نحترمها ونعمل معها. وتم الاجتماع معها بهذا الخصوص في 18 الاجتماع، لأن هذا القانون تم بنائه بالتشارك وبالحضور المستديم لكل النقابات المعتمدة لدى القطاع. وانتهينا من هذا يعني من التحضير مع الشركاء، ثم بطلب من الشركاء كانت هناك لقاءات ثنائية طلبها الشركاء عددها 16 لقاء، ووصلنا إلى لقاء أخير جامع حضره جميع الشركاء، أين تم يعني وضع النسخة الأخيرة لهذا القانون. لهذا القانون الذي يرمي إلى يعني القانون الأساسي في الحياة المهنية للموظفين، هي حياة مهنية، هي مسار، هي تحفيز، هي بقاء الأمل، هي الارتقاء في الرتبة، هي الارتقاء في الدرجة، وهي كذلك الحصول على امتيازات. إذن تم إنصاف كل الرتب وتم الإصغاء لكل الرتب، وكذلك تم العمل يعني بدقة كبيرة للخروج بنسخة ترقى إلى ما ينتظره السيد الرئيس من هذا القانون الخاص. ويعني كل الرتب عملنا معها والتزمنا بكل ما نستطيع الالتزام به معها. وفي هذا الشأن وبخصوص الأستاذ المربي الذي وصفه السيد الرئيس بالمربي،
والأستاذ حظي بالكثير من إن شاء الله من المستجدات، لأنه كما ورد في كلام السيد الرئيس، شفت أنه في مجلس الوزراء اليوم 11 كان السيد الرئيس أمر بوضع الأستاذ في الموضع اللائق به وفي المرتبة اللي يستحقها، لأنه ليس فقط موظف ولكن مربي، وهو الذي يربي الأجيال، وإذا استقر وصلح حاله صلح حال المدرسة وحال المجتمع. وانطلاقا من هذا واستنارة وأخذا بتوجيهات السيد الرئيس في ذات الاجتماع، وكذلك يعني كل ما كنا نصبو إلى الوصول إليه، قمنا بإجراءات عديدة قد لا أسردها كلها لأن الوقت لا يكفي، لكن أقول أنه هناك الجديد، والجديد المهم الذي يفيد الأساتذة، وأقول لا سيما ما تعلق بالتصنيف، هناك تحسن في تصنيف الأساتذة، هناك كذلك تقليص الحجم الساعي لأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث، هناك كذلك إعفاء الأساتذة من الأشغال غير البيداغوجية كما هو الحال حاليا في المدارس الابتدائية، وهذا ما سيؤدي إلى تقليص الحجم الساعي بعدد كبير من الساعات بالنسبة للتعليم الابتدائي. هناك كذلك العمل على إرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ دون سواه، هذه كلها على كل حال إجراءات قمنا بها. بالنسبة كذلك للحجم الساعي، حتى وإن قلصنا في الحجم الساعي لكل المراحل التعليمية الثلاث، أقول لكم أنه سيؤخذ بعين الاعتبار سن الأستاذ وتقدمه في السن وكذلك أقدميته، بحيث أنه حتى الحجم الساعي سيقلص تدريجيا حسب التقدم في الأقدمية وفي السن كذلك، لكي يتسنى لأساتذتنا أن يقوموا بعملهم كما يجب. هناك كذلك إجراءات تاع ترقية للأساتذة، هناك الترقية فسح المجال للأساتذة والأستاذات للولوج إلى رتبة قيادة المؤسسات التعليمية. تعلمون أنه حاليا هناك جزء من الأساتذة المكينين كان ليس بمقدورهم أن يصل على خبرتهم وعلى كفاءتهم وعلى طول وكبر باعهم في التعليم، كانوا لا يمكنهم أن يذهبوا إلى إدارة المؤسسة كمدير ثانوية أو كمدير متوسطة أو مدير ابتدائية، فبموجب هذا القانون إن شاء الله سيمكنهم الذهاب إلى هذه الرتب. تم استحداث كذلك فرصة أخرى للترقية. تعلمون أنه لدينا دكاترة بعدد كبير في قطاع التربية، وهذا ما أدى بنا إلى استحداث رتبة أستاذ باحث في المراحل التعليمية الثلاث. هناك كذلك إجراء آخر اجتماعي بامتياز. يعني قبل أن نمر إلى هذا أقول أنه بالنسبة للترقية هناك كذلك إمكانية الترقية إلى رتب، إلى مناصب عليا بالنسبة للأساتذة، خاصة المناصب العليا ذات الطابع وذات البعد البيداغوجي. وهنا كذلك عندما نأتي إلى تطبيق هذا القانون إن شاء الله سيتم ترقية كل الأساتذة القاعديين إلى أساتذة رئيسيين، وكل الأساتذة الرئيسيين إلى أساتذة مكونين، بالنسبة لأولئك الذين يكونوا قد تراكمت عندهم أقدمية تساوي أو تفوق 10 سنوات. إذن كل هذا لفائدة أساتذتنا، وهذا ليس بكثير عن الأساتذة. بالنسبة للجانب الاجتماعي كذلك هناك إجراءات أخرى سيستفيد بها الأساتذة. هناك المناصب المكيفة التي سنقننها إن شاء الله بما يفيد الأستاذ. رأيتم أنه الأستاذ ومهنة الأستاذ تعلمون أنها مهنة صعبة ومن التركيز والتدقيق، ومنها يتفاعل فيها الأستاذ بكل كفاءته وبكل يعني معنوياته وبكل جوارحه، وبالتالي فهذه المناصب المكيفة ستعطي فرصة لأساتذتنا وأستاذتنا بعد عمل طويل، والذين ربما يصلون إلى مستويات يصعب عليهم أداء مهنة التدريس وهي مهنة صعبة، فبالتالي سنجد لهم مخارج مناسبة ومكيفة حسب وضعيتهم. كذلك سنرى في مجموعة المتاعب الصحية الناجمة عن أداء حرفة الأستاذ، وسنجد لها كذلك حلول، وهذا لكي يبقى الأستاذ في مستوى ما ينتظره منه المجتمع. أقول كذلك أن حتى حركية الأساتذة ستعطى لهم فرص أحسن لتحرك وسط الولاية لتقريبهم إلى أماكن إقامتهم، وكذلك ستكون هناك تكافل على المستوى بين الولايات. نعلم الآن أن هناك مشكلة في قطاع التربية، مشكلة ما يسمى بالدخول والخروج، أي أن هناك أسر قد تعيش صعوبات، قد تفكك بفعل وبعامل هذا البقاء بعيد
عن العائلة وعن الزوج وعن الزوجة وعن الأخ والأخت والعائلة عموما. وبالتالي سنعطي كذلك في هذا القانون نعطي الأولوية ونعطي كل الحظوظ للتقريب الأستاذ قدر ما أمكننا ذلك إلى مقر سكناه أو إقامته ليبلي البلاء الحسن. كذلك هناك إجراء آخر سنرى في كيفية تفعيل الصيغ السكنية التي أقرتها الدولة لفائدة الأستاذ. نحن نسعى في كل هذه الاتجاهات. كثير من الإجراءات جاء بها هذا القانون إن شاء الله، الذي عندما يعتمد سيستفيد كل موظفي القطاع، لأنه يسمى بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. ولكن الأستاذ لابد أن يحظى بالمرتبة التي تليق به. هذه هي توجه الدولة، وهذا هو قرار السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي نسعى جاهدين على تكريسه وكل الشركاء الاجتماعيين، لأن الأمر لم يكن باليسير. ونتفهم كل الكلام وكل الملاحظات وكل الانتقادات، لأن قانون خاص هو قانون صعب وقانون لابد أن يستجيب إلى أقصى درجة إلى المتطلبات. ولكن كذلك هناك متطلبات أخرى مهنية، متطلبات بيداغوجية، متطلبات أكاديمية لابد أن يستجيب لها القانون. وفقنا الله إن شاء الله إلى نسخة ترضي الجميع إن شاء الله. وهذا هو جوابي لكم، ومعذرة على الإطالة لأنه موضوع حساس وشائك. تفضل. عثماني عبد العزيز من الشروق. عثماني. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد العزيز حشاني قناة شروق نيوز. السيد الوزير، بناء على العودة إلى التدريس بالنظام العادي وكذلك إدراج الإنجليزية في الابتدائي، ما تقييمكم لنتائج الفصل الأول؟ عاود لي من فضلك. عاود لي من فضلك السؤال، ما سمعتكش مليح. سيد الوزير، معذرة إذا تكرمت، عاود لي ما سمعتكش مليح. سيد الوزير، بناء على نتائج بناء على العودة إلى نظام التدريس العادي وكذلك إدراج الإنجليزية في الابتدائي، ما تقييمكم لنتائج الفصل الأول؟ شكرا. هنا تقييمي يعني احنا رانا قيمنا النتائج تاع، احنا قيمنا ونقيم نتائج الفصل الأول من سنة دراسية 22-23 وعندنا النتائج تاع الفصل الأول تاع بطيئة، ليس تقصيرا من الأساتذة أو المفتشين أو المدرسة. طبيعة التنظيم الذي فرضته كورونا، طبيعة التفويج جعل أن وتيرة تنفيذ البرامج التعليمية تأخذ وتيرة غير تلك التي نشهدها في التنظيم العادي. وبفضل الله وبفضل المخلصين في هذا البلد وفي ظل المجهودات اللي بذلتها الدولة وبفضل قرارات الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية، رجعنا للتنظيم العادي. ولادنا الآن راهم في مستوى متقدم من تنفيذ البرنامج. النتائج تاعهم مقبولة جدا وأحسن بكثير من نتائج السنة الماضية السنوية لأبنائنا. صاحب التلفزيون العمومي. هذا التنويه إذا فيه برامج في هذا السياق أعطينا عليها السياق. شكرا. هذا مشكور على كل حال. البعد البيئي والإيكولوجي في قطاع التربية الوطنية هو موجود في كل المناهج الدراسية. انتم شفتوا انه في الدخول المدرسي يوم 21 سبتمبر الفرد كان الموضوع الدرس الافتتاحي وما له من رمزية وما له من بقاء في نفوس التلاميذ وكذلك المؤطرين. الدرس الأول لكل سنة يبقى في العقول وفي الذهن. كان الدرس متعلق بالبيئة وبالإيكولوجيا. فأطمئنك أن هذا البعد هو متكفل به في البرامج التعليمية لكل المراحل التعليمية، إن ابتدائي أو متوسط أو ثانوي. يبقى فقط أن أقول لك أنه في البرامج التي ستصار إن شاء الله مستقبلا سنستزيد وسنستفيد في هذا البعد، ونعمل سويا مع السيدة وزيرة البيئة للذهاب إلى مستويات أعلى من تلك التي هي الآن في التكفل على مستوى الوسط المدرسي بالأبعاد البيئية والإيكولوجية. شكرا سيدي. يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. شكرا. إذن كما تابعتم، كانت هذه الندوة الصحفية على هامش زيارة وزير التربية عبد الحكيم بالعابد إلى ولاية وهران وتدشينه لمؤسسات تعليمية. وأبرز ما ذكره في هذه الندوة الصحفية أنه تم إدماج 62,000 أستاذ وأستاذة في رتبهم، وكمرحلة أخيرة يتم تأشير الملفات كعملية أخيرة،
وفيما يخص إدماج هذا الأساتذة 62,000 أستاذ وأستاذة، فالخبرة تتراوح ما بين 3 سنوات و10 سنوات، كما طمأن أيضا خريجي المدارس العليا للأساتذة أن لديهم الأولوية في التوظيف. بهذا نصل إلى ختام هذا التغطية المباشرة. السلام عليكم.